انت راك دير جسيمه هذا عباك باللي الشركات المروكيه المغرب الشركات تاعهم كاع درك يديبلاسيو المروك تصدر كلش المنتجات الفلاحيه واش يقولوا له الصناعه التحويليه للمواد الغذائيه، الالبان، واش يقولوا له حتى الادويه والمواد التجميل، القهوه، يعني نقول لك كلش. المروك جايه شغل محاصره من طرف الجزائر. المروك لا تملك حدود حتى مع موريتانيا، ما عندهاش حدود معها، يعني منطقه محرره هذيك من طرف البوليزاريو، عندها معبر القرقرات فقط. معبر القرقرات هو المنفذ الوحيد للمروك الى افريقيا. رغم ذلك المروك تصدر 6 ملاير دولار الى افريقيا. حنايا نملك حدود شاسعه جدا مع شحال 7 دول ولا. هل نصدر شيئا؟ لا نصدر ولا شيء. وزيد تبون دار لهم القرار هذا، ما على بالوش بلي درك المستثمرين المراركه المغاربه مع المستثمرين الجزائريين يتفاهموا، يقول لهم ولوا دوا السلعه تاعكم واش يقولوا له موريتانيا يبدل لها لومبالاج ويدير لها ميد ان موريتانيا، وتولي تدخل للجزائر بدون جمركه وبلا ما يخلص المروكي الفراك. شفاو مليح واش قلت لكم، لانه على بالك التجار ما عندهمش عقليه بوليتيك وسياسه، وانت مروكي وانت عدويه، عندهم لغه دراهم الدراهم وخلاص. هذا واش يفهموا، الشكاره يفهموا غير الدراهم وشكاره. جيب لي سلعه ديها لي الموريتانيا، نتلاقاو في موريتانيا نخلصك، نرفد سلعتي ونجي داخل للجزائر، مستورده من طرف موريتانيا معفيه من الجمارك. ومن بعد ذاك النظام الجزائري يتحلب لهذه اللقطه هذه، ويشوف باللي الدعوه انتعشت في المروك، والشركات بدات تخدم مستثمرين، علاقات تجاريه بين الجزائر والمروك عن طريق موريتانيا، والملتقى يولي في موريتانيين واش يصدروا لنا يا رب العالي. راك تمسخر بيا، موريتانيا يصدر لنا. موريتانيا واش عندها باش تصدر لنا؟ واش عندها؟ بلاد الفقر والمجاعه، ناس مساكن محكومه من طرف عصابه يسرقوا لهم في خيراتهم وثرواتهم، وشعب 6 ملايين نسمه فقراء، وعندهم الثروات تاع العالم كاع عندهم. واش يصدر لك الموريتاني مسكين؟ يا كلش يجيك من المروك، يولي كلش يهبط من المروك لموريتانيا، ودرك العصابه يتحلبوا لها، يبطلوا يحبسوا القرار هذا ويعاودوا يغلقوا الحدود مع موريتانيا، ويفرضوا الرقابه والجمركه وكذا والحصار والله يا خوتي شفاو مليح واش قلت لكم. زيد لهم 3 شهور 4 شهور يتحلبوا لهذا الكلام هذا اللي راني نقول فيه، يحبسوا هذا القرار هذا، ويحبسوا واش يقولوا له